السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فقد أصدر وكيل الملك أمره بمتابعة ابنة الفنانة نجاة عتابو في حالة اعتقال احتياطي بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية. جاء هذا القرار نظرا لخطورة الوقائع المرتبطة بالحادث، حيث نقلت المتهمة إلى المؤسسة السجنية بتفلت في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتها. وتعود فصول الواقعة إلى حادثة سير خطيرة وقعت بمدينة الخميسات، حيث صدمت المعنية بالأمر بسيارتها دراجة نارية كان على متنها شاب وفتاة. أسفر الاصطدام القوي عن وفاة الشابة في عين الحادث فورا، بينما نقل الشاب إلى المستشفى في حالة صحية حرجة جدا. وخضعت ابنة الفنانة لتحقيقات معمقة من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ملابسات وظروف الاصطدام. وقد أثارت القضية ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تزامنا مع الأنباء حول وجود تنازل من عائلة أحد الضحايا، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القضائية المقبلة. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. فتترقب المملكة العربية السعودية وكافة العالم الإسلامي خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان الرسمي عن غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، حيث أكدت الجمعيات الفلكية والمراصد العلمية في المملكة أن الحسابات الفلكية الأولية تشير إلى أن يوم الاثنين 18 من شهر مايو لعام 2026 سيكون غرة شهر ذي الحجة. ويتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 26 من مايو هو يوم وقفة عرفة، ليكون يوم الأربعاء الموافق 27 من مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذا السياق تتهيأ المحكمة العليا في الرياض لإصدار بيانها السنوي الذي تدعو فيه عموم المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم 29 من شهر ذي القعدة، مؤكدة أن الاعتماد الرسمي للتاريخ يرتكز حرصا على الرؤية الشرعية للهلال بالعين المجردة أو عبر المناظير في مراصد المملكة المعتمدة مثل مرصدي حوطة، سدير وتمير، التزاما بالمنهج الشرعي الراسخ الذي تتبعه البلاد في تحديد المناسبات الدينية. وعلى صعيد الاستعدادات التنفيذية بدأت الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحضير لإعلان تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص، حيث تشير التوقعات إلى أن تبدأ العطلة الرسمية مع نهاية دوام يوم الأحد أو الاثنين الذي يسبق يوم الوقفة، لتمكين المواطنين وضيوف الرحمن من قضاء مناسكهم ومشاركة ذويهم فرحة العيد. كما كثفت الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية في المشاعر المقدسة من جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وسط متابعة دقيقة من القيادة الرشيدة لضمان أداء المناسك في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة حالة استنفار أمني غير مسبوقة عقب تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال جديدة أثناء حضوره حفل عشاء في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن. الحادث وقع عندما أطلق مسلح النار بالقرب من مكان الحدث، ما أدى إلى حالة من الذعر وسط الحضور وإجلاء الرئيس بشكل عاجل من القاعة. وأكدت السلطات الأمريكية أن ترامب لم يصب بأي أذى، حيث تدخلت عناصر جهاز الخدمة السرية بسرعة كبيرة وتمكنت من السيطرة على المشتبه به الذي كان يحمل أسلحة متعددة من بينها بندقية ومسدس.
كما أصيب أحد عناصر الأمن إلا أن سترته الواقية أنقذت حياته. ووفق المعطيات الأولية فإن المهاجم حاول اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى موقع الحفل، ما يعزز فرضية أن الهدف كان استهداف الرئيس أو مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. وقد تم اعتقاله وفتح تحقيق فيدرالي لمعرفة دوافع وخلفيته، وسط حديث عن احتمال توجيه تهم تتعلق بمحاولة اغتيال. وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة تهديدات ومحاولات استهداف طالت ترامب خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تصاعد التوتر السياسي والأمني داخل الولايات المتحدة. الحادث أعاد النقاش بقوة حول مستوى تأمين الفعاليات الرسمية، خاصة تلك التي يحضرها كبار المسؤولين. في المقابل، خرج ترامب بتصريح بعد الحادث أكد فيه أنه بخير، مشيدا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية وداعيا إلى تعزيز إجراءات الحماية خلال مثل هذه المناسبات، في وقت تم فيه تأجيل الحفل إلى موعد لاحق بسبب الظروف الأمنية.